دراسة حديثة لمجلة انتيكويتي تكشف عن شبكة ضخمة من السدود والقنوات المائية جنوب العراق، وتظهر صور رصدت باستخدام أقمار صناعية حديثة وصور أرشيفية من الستينيات نظاماً زراعياً هائلاً يعود إلى فترة الزنوج في القرن التاسع الميلادي. هذا النظام الذي يمتد في مناطق أبو الخصيب ومصب نهر دجلة ضم أكثر من 7000 سد ترابي ومئات الجداول والقنوات الفرعية. ويؤكد الباحثون أن هذه الشبكة بناها الزنوج حين أقاموا ثورتهم ضد الدولة العباسية في البصرة. ويقول جعفر الجوثري وهو أحد المشاركين في البحث أن تاريخ الزنوج لم يوثق جيداً في السجلات التاريخية، مطالباً بضرورة حماية هذه المواقع بوصفها تراثاً لأقلية مهمشة. هذه الدراسة استخدمت تقنيتي الكربون المشع والتحفيز الضوئي، وتعتبر دليلاً على مساهمة الزنوج في بناء حضارة زراعية متقدمة في العراق. بإمكانكم قراءة البحث كاملاً عبر تطبيق 964.